خدي الولاد وانزلي بسرعه بسرعه. يلا شادي بسرعه. ناصر رايح فين؟ شفت النار رهيبه. ومساء الفل عليكم، واسوا 10 مشاهد غبيه من افلام ومسلسلات مصريه الجزء السادس. وخلونا نبدا من المركز العاشر اللي هو الغباء البسيط الكيوت للتوب 3 معانا النهارده اللي فيهم بلاوي. يا حاجه مفيش وقت اشرح لك، لما تيجي هقول لك. اعمل معروف بسرعه، بلغ البوليس وتعالوا. لا انا مكتفهم يا حاج وماسك المسدس، ما تخافش، بس بسرعه يا حاج. انا المعروف، مع السلامه. بغض النظر عن التليفون الارضي الوايرلس اللي بيتكلم منه، طب ما تكلم البوليس على طول، بتكلم الحاج يكلم لك البوليس ليه؟ مش عارف الحاج توفيق ايه اللي اخره لغايه دلوقتي، قبل ما البوليس يوصل وتاخدوا جزاءكم اللي تستحقوه يا حراميه. يا عم بتبص فين؟ العصابه الناحيه الثانيه. راضي دي بتفكر في ايه؟ اصل يعني بحلم بحلم ونفسي احققه، فصول محو اميه للفلاحين، نفسي احقق الحلم ده. ثروت ازيك يا راضي؟ انت بتعمل ايه هنا؟ أنا ناوي اعمل فصول محو اميه. طول عمرك حنين وكريم يا راضي يا ابن عمي. وماله يا ابني؟ واني اكره انك تعمل عمل خير زي دي. بس هي حكايه جنينه الموالح دي اللي ما كنتش عارف يعني اذا كنت هتوافق عليها ولا لا. ربنا يخليك لينا ويقدرك دايما كده على فعل الخير. يلا ربنا يوفقك يا فنان على بركه الله. ورينا بقى الصرح التعليمي الخطير. هنعيد بقى من الاول تاني. يلا صحصحوا معايا كده واصحوا. انا عدتوا نمتوا ولا ايه؟ يلا اصحوا كده وعلوا صوتكم. الف باء تاء. ايه ده؟ هي دي فصول محو الاميه اللي البلد هتتحاكى بيها؟ طالق الفلاحين في الغيط كده بلا مأوى والشمس تاكل دماغهم لدرجه انهم بيضللوا على نفسهم بالكراريس؟ لا بس الراجل اجتهد الصراحه، جاب سبوره وعصايه وطباشير. لا الصرف باين 15,000 جنيه طباشير ابيض في السنه. ونسيب فصول محو الاميه اللي تجيب ضربه شمس دي ونروح للمركز الثامن واغبى حادثه قطر في تاريخ السينما المصريه. ده راكب قرر انه يعمل احتفال ابو تريكه بتاع الطياره بمناسبه الحادثه. هي الحوادث بتجيب صداع فعلا، الف سلامه. ثم ايه ده؟ ثانيه واحده، ده كان منظر الركاب اصلا قبل الحادثه بثانيه واحده. اول ما الحادثه حصلت جابوا لنا الراجل اللي عنده صداع ده. تسلم ايدك يا مخرجنا. الناس ما حصل لهمش حاجه في الحادثه، نطوا من الشباك بعد ما القطر وقف نزلوا ميتين. دي الحادثه دي، شفت الحادثه اللي هناك دي؟ ايه ده؟ في واحد هناك مش باصص للكاميرا، ده تسيب واهمال. وفي وسط المهزله دي استاذ احمد عبد العزيز قال لك اما احط التاتش بتاعي ما ينفعش اعدي المشهد كده بسهوله. قال لك اما اعمل سبق سرعه مع القطر يمكن اكسبه. لا هارد لك يا فنان، ان شاء الله المره الجايه تسبقه. اجري يا مجدي يا غالي ويا غالي، اعملوا لنا لايك كده من زرار اللايك اللي تحت ده، يمكن نبقى حاجه في يوم من الايام. واللي يعني ما اشتركش في القناه يجرب يشترك معانا كده، ممكن تاخد فكره. شوف لك فيديو او اتنين عجبك الكلام كمل، ما عجبكش الغي الاشتراك كده ما بتزقش. ونسيبه استاذ احمد عبد العزيز مع القطر يمكن يحاول يسبقه ولا حاجه. ونروح المركز السابع واغبى فكره اخراجيه شفتها في حياتي في تاريخ الدراما المصريه. ترى يا اخوانا كل يوم هتطلعونا عشان البنات دي؟ ده انت لو شفت البنات دي يا عم سيبك منه، ده لو شاف واحده فيهم هيريل. هم جايين هناك اهو. ايه ده مش تعرفي الاشكال دي ولا ايه؟ هتيجوا بدل ما تاخدوها على رجليكم. انا شفت افكار اخراجيه عجيبه كتير وقليل، بس ما شفتش الدرجه دي من ليه جايبه ممثلين على كروما؟ ليه؟ يعني انت مصور المشهد اصلا في بورسعيد وانت موجود في بورسعيد ومصور الممثلين في بورسعيد، حطيتهم بعد كده على كروما ليه؟ طب يلا شوف سكتك فين. يلا انا بنكلم المزموزيز. انت عارفه انت بتتكلمي مين يا بنت انتي؟ لو الكروما باينه وفرق الاضاءه في الضياع، يعني ليه طب عملت في نفسك كده؟ ما كنت صورتهم في اللوكيشن اللي انت اصلا صورت فيه. ونروح للمركز السادس ومشهد استثنائي من الدراما العراقيه، الترشيح من صديقنا حيدر. ايه ده؟ حظابط صباح الخير. معلش لسه ما فطرش وصحوه على غفله عشان يقبض على المجرم. بسرعه اصعد. لا شنو هاي السياره؟ مين؟ اكو سياره حمراء، انت بس اصعد وياهم والباقي يمي.
يلا رسالة حمراء. مش تفرق عندك حمراء ولا اصعب؟ لا. انت منين؟ يا معود شركة مسافة بدي اقول لك تجيني لا تزني صعب، اصعد يكفون اتحرك. لا بلغي عنه وسلميه للشرطه حالا. ما اصعد قلت لك هاي السيارة بودي. بس مش غريبه ان الزعيق والهيصه دي كلها والشرطه ما انتبهتش لاي حاجه؟ ما تدخلنيش في تفاصيل يا مدحت. ونروح للمركز الخامس واكتر معلم حمش في تاريخ السينما المصريه. انت ما تعرفيش يا ورد انا نفسي في عيل ده قد ايه. ان شاء الله يا معلم ربنا يرزقك بالذريه الصالحه. وهطلب منك طلب وانا عارف انك هتنفذهولي. انت عارف ان انا كان نفسي في حته عيل يملى عليا حياتي. طب ما تتبنى عيل من الملجأ. انا غرضي في حاجه تانية خالص. انا نفسي العيل ده من ورد هي اللي تحمل فيه وتولده. طب ازاي؟ لو عندك ماجة وعايز تحملها تجيب لها ايه؟ جدي يا معلم. انت لا مؤاخذه بقى الجدي. يا رب اللي في دماغي يطلع غلط ويطلع مشروع تسمين مواشي. انت جننت يا راجل انت عايزني انام مع راجل تاني غير. وانا اللي بطلب منك ده. بس اللي انت بتقوله ده يغضب ربنا، ده حرام. حرام لو انت عملتيه من ورايا. طبعا اذا كان بمعرفه جوزك عادي. بيس يا مان. على فكره بقى طاعه الزوج واجبه في القران والسنه. ده انت الشيطان يجي ياخد عندك كورسات مكثفه في المعصيه والكبائر. اعرفكم بعض ورد. انا هسيبكم علشان تتعرفوا على بعض اكتر. عايز انجاز بسرعه. لا نتفليكس فخوره بيك يا معلم. دي فخوره بيك ايه؟ دي هتمسكك السي او بتاع الشركه. وانا خارج دلوقتي هقفل الباب ورايا بالمفتاح. سلام. ونسيب المعلم اريال ده ونروح للمركز الرابع ومشهد اخوي من الزمن الجميل. وحيد عندك حبيبي مش لوحدي. هدى انت نسيت انه اخوك يا بنتي. الناس زمان كانت بتنسى حاجات غريبه جدا يا جدع. كل فات ده بقى كومو والتوب 3 معانا مصايب سودا مسيحه. نبدا بالمركز الثالث واغبى ظابط في تاريخ الدراما المصريه. عايده خد الواد وانزلي بسرعه بسرعه. يلا شادي بسرعه. ناصر رايح فين؟ قنبله حمضت منه تقريبا فراح رماها في الزباله. ده الانفجار اللي هو بومب العيد اساسا اخطر منه. واللي يفرق اكتر ان الزباله بعد الانفجار ما اتحركتش رغم ان هي اكياس بلاستيك محطوطه في الارض كده يعني. وده بيثبت لنا ان الزباله في مصر بخيرها والحمد لله ومليانه بالفيتامينات والمعادن. الخواجات بييجوا ياخدوا مناعه من عندنا. انتوا بتقولوا ايه؟ ونروح للمركز الثاني واغرب ضرب نار شفته في تاريخ الدراما المصريه الحديثه. ايه ده وهديك اللي انت عاوزه. ايه النشاط ده؟ اللهم صل على النبي. غالبا صحته جت على الرصاصه. بيمسك رجله البيه. نسي انه واخد طلقه في قلبه اساسا. بيعمل الرصاصه على انها شد عضلي. ونروح للمركز الاول واللي سايبهولك في الاخر بقى عشان المشهد ده فيه كل الموبقات مجمعه في مشهد واحد كومبو لارج. استاذ احمد حضرتك كده بتنشن على العصفوره اللي في الشجره. ايه ده؟ هو انا افتكرته الاول الريش بتاع العصفوره اللي استاذ احمد عبد العزيز لسه صيدها، بس اكتشفت ان ده المفجر اللي موجود في قلب الفنان احمد ماهر. ما تقع زي زميلك. ما استاذ احمد ماهر خد الطلقه بمنتهى الاحترام ووقع مع انه شخصيه اسطوريه من المستوى الرابع. استاذ احمد عبد العزيز خد الطلقه وفضل يعني ما شاء الله واقف بمنتهى الجساره. استاذ احمد لا يفنى ولا يستحدث من عدم. جرحي يا قلبك يا نادرة. خلي الراجل يعرف يموت في هدوء. رعشني جرحي يا رب. قام عادي يروح البيت ويبلع الرصاصه بشوب حليب وكمل حياته بشكل طبيعي. ولو ما شفتش اسوأ مشاهد غبيه من افلام ومسلسلات مصريه، الجزء الاول اول جزء عملناه في السلسله دي، هسيب لك الفيديو هنا دلوقتي ادخل شوفه فورا، واشوفكم على خير في فيديو جديد قريب. السلام عليكم.